تعادل المنتخب الوطني المغربي قدم كونغو الديمقراطيه بطعم الخساره. بالنسبه لي انا المنتخب الوطني المغربي كبير بزاف على انه يتعادل مع كونغو الديمقراطيه 1-1. بزاف ديال اللعابه من المنتخب الوطني المغربي داروا اخطاء كارثيه في مباراه اليوم، اخطاء بدائيه اللي ما قدرش يديرها حتى لاعب هاوي في كره القدم. المهم خوتي غادي نحطوا النقاط على الحروف، بزاف ديال اللعابه غادي نساعدوهم، ولكن راه انتقاد بناء وما غاديش نقلوا منهم ولا ما غاديش نقولوا بلي هادو راه ماشي ولاد بلادنا، لا الفرصه باقا جايه لقدام. كنتمنى باش انهم ما يعاودوش هاد الاخطاء اللي داروها في مباراه اليوم، فيما انهم كانوا يقدروا يربحوا كونغو الديمقراطيه بواحد 4-0 ولا 5-0. فرص بزاف تهضرت بسبب اخطاء بدائيه في مباراه اليوم. اول لاعب غادي نبدا به هو يوسف نصيري، وغادي نحملوا المسؤوليه ديال المباراه كامله. يوسف نصيري اليوم راه جاو بزاف ديال الفرص، بزاف. يوسف نصيري كاملين متفقين باللي احسن لاعب في العالم كيعرف يلعب الكرات الراسيه. فين هذه المباراه هذه راه جاو بزاف ديال الفرص، خصوصا في 10 دقائق الاولى جاو فرص ما يمكنش تتخيلهم. وليد الركراكي في المباراه الماضيه راه انتقد يوسف نصيري واحد الانتقادات اللي ما يمكنش، حتى يوسف نصيري تخلع من الانتقادات هذو وخرج معصب وبانت على وجهه في المباراه الماضيه، حتى انه ماركا غون ونفس الوقت ما كانش فرحان بزاف بالهدف ديالو، حيتاش المدرب وليد الركراكي انتقدوا. كاملين عارفين باللي السبب الاول باش يرجع يوسف نصيري المستوى ديالو هو وليد الركراكي، فين كان كيعاونوا بزاف في كاس العالم، خلى بزاف ديال اللعابه كيهضر عليهم الشعب كامل باش يجيبوا من المنتخب الوطني المغربي، وجاب لينا يوسف نصيري واكد لينا يوسف نصيري في كاس العالم باللي هو لاعب واعر وصالح للمنتخب الوطني المغربي، راجل ديال المباريات الكبرى وكاملين معترفين بهذا الشيء هذا. ولكن في مباراه اليوم راه يوسف نصيري ما قدمش داك الاداء المطلوب منه، خصوصا الكونترول ديال يوسف نصيري راه بان لي عنده عيان بزاف، خصو يحسن الكونترول ديالو. بعض الفرص جاو الا كان عنده غير كونترول عادي ماشي شي كونترول واو كان يقدر يسجل لينا هذا. يوسف نصيري ولا كيتكبر بزاف على المهاره ديال رجلو، ما بقاش كيعتمد على رجلو بزاف. ثاني لاعب غادي ننتقدوه هو حكيم زياش في مباراه اليوم. حكيم زياش ما قدمش المباراه اللي كنت كنتسناها منه انا شخصيا. حكيم زياش كنعرفوا كاملين باللي هو راه ماشي داك اللاعب المراوغ، داك اللاعب اللي ديما كيدوز في الواحد على واحد، بما ان راه ماشي برازيلي ولا شي لاعب جاي من امريكا الجنوبيه ولا امريكا اللاتينيه. حكيم زياش ديما ما كيديرش داك المراوغات اللي واعرين، بينما حكيم زياش عنده واحد العرضيات تسديدات، عنده بزاف ديال الادوار اخرى، ولكن ديما كان كيدير لنا واحد العدد ديال المراوغات محترم. اليوم حكيم زياش كان طايح في راسو اكثر من اللازم، كان كيحاول يدير شي مراوغات اللي ما كيعرفلهمش، هادشي اللي خلى حكيم زياش اليوم يخسر بزاف ديال الثنائيات ويخسر بزاف ديال الكرات. ثالث لاعب غادي ننتقدوه هو املاح خصوصا راه ما خصوش يخسر الكره. غادي نقول لكم اليوم علاش املاح بان بزاف وعلاش املاح شد الكره بزاف في رجلو. اليوم عز الدين أناحي راه تم التحجيم ديالو من طرف اللاعب كونغو الديمقراطي، يعني اللاعب اللي كان شاد أناحي كان داير الادوار التكتيكيه ديالو على اكمل وجه، الواجبات ديالو اللي كان معاطيها له المدرب كامله طبقها وشد لينا عز الدين أناحي. يعني وليد الركراكي غادي يبدا يعتمد على املاح كصانع العاب، واش اللي خلى املاح يشد الكره بزاف في رجلو. ولكن المشكله هو انه كان كيحاول عاوتاني يلعب واحد اللعب اللي ماشي ديالو ما كيبرعش فيه، الشيء اللي خلاه يخسر كرات بزاف في مباراه اليوم. انا كنت كنتمنى بما ان عز الدين أناحي بان ليه بلي راه مراقب يخرج املاح ويدخل خنوس اللي دار لنا الادوار ديال عز الدين أناحي، ولا يخرج عز الدين أناحي ويخلي داك اللاعب تخربع لانه داخل على مهمه تيشد أناحي، وغادي يلقى لاعب واحد اخر اذا الافكار ديالو غادي تخربع شويه غادي تتمكن باش تضربهم تكتيكيا من واحد الناحيه. المهم عز الدين أناحي راه ما قدمش مباراه سيئه، واخا كان مشدود كان كيدير بعض المحاولات بعض المراوغات، يعني اللاعب اللي كان خصو يعوض عز الدين أناحي ما دارش الادوار ديالو على اكمل وجه، اللي هو املاح وفقد كرات بزاف حتى هو بحال حكيم زياش. بزاف ديال الناس كيقولوا لي خصنا ندعموا النصيري، خصنا نعاونوا النصيري ولد بلادنا وهذه. غادي نقول لك واحد الحاجه، النصيري قدم واحد كاس العالم واعر، قدم واحد دوري اوروبي مع اشبيليه واعر، ولكن ما يمكنش يقدم لك مثلا كاس العالم واعر ويقدم لك كاس افريقيا واعر. انا نشرح لك. اول حاجه اللي خلات ميسي نبقاو نسمعوا التسميه ديال ميسي بزاف هي الاستمراريه. من 2009 حتى 2023 ميسي بقى هو ميسي. قليل ديال اللعابه في العالم اللي يقدر مثلا يقدم لك كاس العالم واعر، دوري ابطال واعر، دوليا واعر، يلعب لك عامين واعر. لا برا اللعابه ديال الوقت الحالي راه كيلعب لك شهر مزيان، شهر يقدر ما يعطيكش، يقدرها في اسبوع. انا كنشوف اللعابه ديال البارسا غير في اسبوع راه ما بقاوش دوك اللعابه ديال البارسا. تخيل معايا البارسا كانت رابحه بخمسه في دوري الابطال، جات في الدوري تعادلت، مشات لدوري الابطال ربحت بجوج ضد بورتو، جات عاوتاني الدوري. اللعابه يعني ما بقاوش دوك اللعابه اللي كتعرفوا رونالدينيو اللي عندهم استمراريه، يعني يضرب لك واحد 5 سنين في نفس المستوى في نفس النيفو. اللاعب يقدر يمشي غير في راسو يجي للمنتخب يتقلب عليه اللعب، يتقلب له اللعب ديالو. وحتى المدرب وليد الركراكي راه انتقد يوسف نصيري، بينما وليد الركراكي راه ما كانش كينتقد يوسف نصيري في الايام ديال كاس العالم. حنا كنا كنشوفوا يوسف نصيري ماشي داك اللاعب اللاح، ولكن وليد الركراكي كان طايح فيهم اللي دخل وقدم له داك الشيء اللي كان كيتسناه من وليد الركراكي. ولكن دابا في الوقت الحالي يعني في كاس افريقيا، في بدايه كاس افريقيا يوسف نصيري ما كيقدمش داك الاداء اللي خصنا حنا، حيت حنا دابا المغاربه في كاس افريقيا من الاخر باغيين كاس افريقيا. كاس العالم مثلا لو كنا ملي دوزنا من المجموعات خسرنا قدام اسبانيا، خسرنا قدام البرتغال، غادي نشكروا اللعابه، نشكروا يوسف نصيري، كلشي عقلوا له زوين، كلشي عندك مزيان، بما انك غير دوزتي من دور المجموعات فراه انجاز. ولكن دابا لا، دابا حنا راه باغيين كاس افريقيا، باغي الفينال. انت قدرتي تقصي البرتغال، بلجيكا، كرواتيا، اسبانيا، كندا، يعني انت راه وليتي منتخب عالمي. البرازيل ربحتيها، الشيء اللي قدمتي حدا مباراه خياليه، يعني انت عندك منتخب، اسماء، لعابه، تكتيك، خصك تربح. خص اللاعب اللي ما قدمش المستوى
المستوى ديالو في شي مباراه، المباراه اللي موراها يجلس على الدكه يستافد يستنتج يقول بلي راه خصني نطور دخلوا يلعب ما تطورش اللي موراه يدخل يلعب. عندنا دكه تبارك الله واعره، عندنا الزلزولي، عندنا حارس، عندنا الخنوس، عندنا الكعبي، عندنا لعابه يعني لعابه يقدروا يدخلوا يقدموا لنا الاضافه في المنتخب الوطني المغربي. انا كنتناقض مع وليد الركراكي في واحد الحاجه، هو خصو يلعب بالزلزولي كاساسي في الشوط الثاني. نزل لينا بوفال، انا كيعجبني بوفال ملي كنزل في الشوط الثاني. بوفال ملي كنزل في الشوط الثاني كيكون تفرج، كيكون عارف المدافع اللي ضده كي داير، كيفرجني في الشوط الثاني. وخير دليل على الهضره ديالي المباراه ديالنا اللي فاتت، قدم اداء واعر ديال بصح سفيان بوفال. غير حنا نعذروك يعني اللاعب خصو يدخل في الجوده الافريقيه. المهم خوتي ديال الهضره اللي كتبان لي انا منطقيه قلت لكم في هذا الفيديو هذا، كرهتي حتى واحد ما يتناقض معايا، انا عطيت غير الراي ديالي. حسن تنزل عطيني الراي ديالك في الكومونتيرات، غادي نحترم الراي ديالك واخا يكون كما بغى يكون. يعني انا كنحترم رايك، انا واحد الانسان كيفهم في الكره، كنتفرج الكره من هذه شحال متبع التكتيكات اي حاجه كنفهم فيها. يعني كنعطيك الراي ديالي الشخصي وكنعرف كاع اللعابه ديال المنتخب الوطني وكنعرف كاع القدرات ديالهم. هذا الشيء كنعطيك الراي ديالي الشخصي. عجبك الراي ديالي دير معاك ديك لايك ديك ابوني، ما عجبكش دير واحد الكومونتير قول لي فاش غلطتي فاش